بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء المتجدد وحلقة جديدة من برنامجكم آية وحكاية. نريد أن نكمل هذه الرحلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة مباركة مع أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مع هذه الآية المباركة من سورة سيدنا هود، الآية رقم 90، تحدثنا عن اسم من أسماء الله تعالى المباركة، وهو اسم الله سبحانه وتعالى الودود. قبل أن نتكلم عن اسم الله ونتكلم عما تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بحضراتكم ونرحب بضيوفنا اللي معانا النهارده في الاستوديو، ونبدأ بصديقاتنا. اتفضلي، اسمك؟ نور أحمد عطية. أهلا وسهلا نورة، اتفضلي. جنى. أهلا وسهلا جنى، اتفضل. ياسين رجب بدوي. أهلا وسهلا ياسين، اتفضلي. أنا محمود حسين. نرحب بكم مشاهدينا، وبنتكلم عن اسم الله سبحانه وتعالى الودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بنتكلم يا شبابنا عن اسم من أسماء الله جنى. اسم من أسماء الله يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن ملوش اسم واحد، ده في اسم لربنا اسمه الاسم الأعظم، وغالبا هو الله. يبقى الاسم الأعظم لربنا اسمه إيه؟ الله. برافو عليك. عندنا تانية بقى نورة، في عندنا أسماء تانية زي إيه بقى؟ أسماء كتير: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ومن الأسماء دي إيه؟ الودود. يبقى الاسم اللي معانا النهارده من أسماء ربنا الودود. الودود. الودود يبقى احنا محتاجين نعرف يعني ايه ودود. ها، قول ياسين كده، نفكر مع بعض. هو الذي يتودد للخلق. كويس، يبقى احنا في عندنا يتودد. يتودد يبقى الواد، يتودد لأحد، يعني بيديله حاجات جميلة كويسة عشان هو ياخدها يستفيد بيها. يا هنا هياخد الحاجات دي ويستفيد بيها، وهيعرف ان هي من عند مين؟ من عند ربنا. من عند مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فبيعمل ايه بقى؟ بيحس ان ربنا بيتودد ليه، يعني بيديله الحاجات الجميلة اللي بتخليه يحب ربنا سبحانه وتعالى. طب في حاجة تانية، ايه بقى هي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. فمعنى كلمة الودود ليها معنيين. المعنى الاولاني ان ربنا بيحب الانسان وبيديله حاجات جميلة، وكمان ايه اللي بيحصل؟ لازم الانسان يحب ربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان ربنا بيحبك وبيديلك حاجات، المفروض انت تعمل ايه؟ ها؟ تحب ربنا، صح كده؟ يبقى دي كلمة الايه؟ الودود. يعني ايه بقى الودود يا نورة؟ الودود اللي هو بيتودد يتودد إليه. الخلق ويواد الخلق. يتودد يعني ايه؟ يعني يعطي لهم عطاء، بيدي لهم حاجات جميلة. أول حاجة اديها لهم ايه؟ إن هو ايه؟ اختارهم من بين أشياء كثيرة عشان يطلع. لأن احنا اتعلمنا لما يكون في زواج بين الزوج والزوجة، ايه اللي بيحصل؟ بيكون في حاجة اسمها نطف. النطف دي أي نطفة منها ممكن يطلع منها إنسان. فالنطف دي بيبقوا ملايين، فربنا بيختار منها نطفة واحدة عشان خاطر تعمل يطلع منها ليه؟ الإنسان. فربنا اختار النطفة اللي أنا خرجت منها، وكان ممكن نطف أخرى تبقى هي اللي موجودة أو حد غيري موجود. فاختيار ربنا إن أنا اللي أخرج للدنيا، وإن أنا اللي ربنا يخلقني بالصورة الجميلة دي، يبقى ده اسمه إيه؟ تواد. يبقى ربنا هنا سبحانه وتعالى بيعلمني إن هو بيتودد إلي لما اختارني من بين كل النطف، وتودد لما خلقني بالخلقة الجميلة. لأن الإنسان لما يكون في بطن الأم يا جنى، هل يقدر يعمل حاجة لنفسه؟ ها؟ ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ ها؟ لأن هو إيه؟ جوه جنين، ما يعرفش حاجة في الدنيا. مين إيه اللي بيحصل معاه ياسين بقى وهو جوه؟ ان هو بيبقى ضعيف، ما بيقدرش يعمل اي حاجه. ضعيف. وإيه كمان بيحصل معاه؟ النمو. مين اللي بينميه؟ بيعمل له النطفة اللي تدخل جوه، وبعدين تبدأ تتكاثر لحد ما يتعمل خلق، ولحد ما يكبر ويبقى جنين، وكل جسمه يبقى كامل، ويبقى زي ما ربنا قال لنا. ها، فاكر؟ قال لنا ايه؟ اول حاجه نطفه، والنطفه تبقى ايه؟ علقه، والعلقه تبقى
مضغة مضغة، مضغة. وبعد المضغة ايه؟ عظام. العظام، وبعد العظام ايه اللي بيحصل نورة؟ ها؟ يكسو الله سبحانه وتعالى بالايه؟ باللحم. وبعدين بعد كده يا جنى بيحصل ايه؟ يخرج الانسان بعد كل ده ويخرج للدنيا ايه؟ وليد. وليد. الطفل اللي هو ايه؟ مولود. طيب لما كان جوه في بطن امه ايه اللي بيحصل معاه؟ بياكل ازاي ويشرب ازاي؟ مامته. من بطنه في حاجه اسمها الحبل السري موجود جوه في البطن، بيدخل الطعام والشراب ويخرج الفضلات، وتروح الفضلات تخرج مع الام. لا الام تقدر تعمل حاجه، ولا الاب يقدر يعمل، ولا الانسان نفسه الجنين يقدر يعمل، لان ده كله ايه؟ هديه ومحبه من عند مين يا جنى؟ من عند ربنا. ايوه اللي بيحبه. فعشان ربنا بيتودد اليه وبيحبه، ادي كلمه تود، ادي كلمه ودود. اعطاله ايه؟ اختيار، اعطاله ايه؟ خلقه، واعطاله ايه؟ نمو، وبدا يكبر لحد ما جاي يخرج. وهو بيخرج بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبة. من بطن ام بصعوبه، صح كده؟ بيبقى بيموت بين الحياه والموت، في لحظه ممكن يموت، بس ربنا بينجيه ويخرج ليه؟ عشان يعيش في الحياة. للدنيا، صح كده؟ طب لما يخرج للدنيا ايه اللي بيحصل بقى يا جنى؟ جنى قول لنا ايه اللي بيحصل؟ هو لما خرج للدنيا الحبل السوري ده بنعمل فيه ايه؟ بنقطعه ونجيب المشبك ده ونقفل بيه. بيعرف ايه بقى هنا؟ ان الاكل بتاعه اتحول، بدل ما كان بياكل من البطن بقى ياكل منين؟ من اللسان. من الفم، صح كده؟ من البق، صح، من الفم. بيعرف ان هو دلوقتي ايه؟ هيبدا ياخد الاكل من عند الام. لما يجي ياخد الاكل من عند الام مين اللي بيخرجه له؟ ربنا بيخلقه له جوه، وهو اللي بيخرجه من عند الام لنفسه في الرضاعه الطبيعيه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فالرضاعه دي الحاجه الطبيعيه اللي بتخرج من جسم الام، ولكن ربنا بيخرجها للانسان وهو اللي بيخرجها لنفسه. وكل ده من عطاء ربنا، ودي علامه من علامات التودد. فاسم الله سبحانه وتعالى الودود المحب لخلقه. ونكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نكمل مع حضراتكم هذا اللقاء. الله جل جلاله، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الودود. شبابنا اللي بيجي يتكلم عن اسم ربنا الودود وعن المعاني اللي فيه، ما بنقدرش نجيب المعاني، ما بنقدرش نوصل لها. مش هنلاقي كلام يتناسب مع اسم الله الودود. لأن لما أجي أركز على كلمة ودود، نجد إنك أنت لما بتقول يا ودود وكأن الدنيا كلها بتتحرك عشان اسم الله الودود. والقصة المشهورة جدا معروفة إن واحد من الناس لما كان ماشي في طريق وطلع عليه قاطع طريق مش عايزه يمشي وعايز يسرق كل اللي معاه. فالراجل قال ده ابتلاء من ربنا واختبار، اتفضل خد كل اللي معايا. قال له لا، ولازم اقتلك. فالراجل قاطع الطريق ده خد كل شيء وكمان عايز يقتله. فالراجل المسافر ده لجأ لربنا سبحانه وتعالى وطلب من قاطع الطريق ان يسمح له ان هو يصلي. ولما بدأ يصلي وسجد بدأ يدعي ربنا ويقول ايه؟ يا ودود. يبقى هو ساجد بيدعي يقول ايه؟ يا ودود، وكررها يا ودود. يعني يا رب انت بتحبني وانت خلقتني وانت على كل شيء قدير، وانا عارف بتديني حاجات كتير، انا عايز جزء من اللي بتديهولي دلوقتي، محتاج له دلوقتي، وانت قادر على كل شيء، اديني الحاجه اللي انا محتاج لها. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، اعوذ بعزك الذي لا يرام، في روايه تانية بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. بيكلم ربنا ازاي؟ فاهم وعارف وحاسس بمعنى كلمة الودود. حاسس ان ربنا اداله حاجات كتير هو حاسسها، مش بس شايفها او سامعها او لامسها، لا ده حاسسها من جوه، حاسس ان في حاجات جميلة جوه. عشان كده بيلجأ لمين ياسين؟ لربنا بس، بيلجأ لربنا بس. عشان كده هنا بيعمل ايه؟ هو في الأزمة دي ما عادش يتوسل ويعيط ويقول للراجل ده سيبني، لا لا لا، قال له بس خلاص سيبنا صلي وانا الجأ لمين؟
ربنا. لربنا. ليه؟ لان ربنا ايه؟ ها؟ القادر. القادر على كل شيء. صح. وربنا الودود. فلما جاء ربنا جانا ايه اللي حصل؟ وقعد يدعي ربنا بقى ويقول ايه؟ ها؟ فاكره؟ يا ودود يقول يا إيه؟ ودود. يا ودود. طلب من ربنا الودود ان هو يديله العطاء. ايه اللي حصل؟ بعد ما دعا كده وقعد يدعي بقى بدعيه جميله جدا، سمع صوت، قام من السجود وكمل صلاته وسلم. بص بقى الراجل قاطع الطريق اللي هو سرق فلوسه وعايز ان هو يقتله، لا ايه؟ مقتول. ايه ده؟ ازاي؟ ولا لقيته مشي، نادى عليه فعرف ان ده ملك من الملائكه ربنا ارسله ونزل عشان ينقذ هذا الرجل، لانه لجأ لربنا. ومن الحاجات اللي لجأ لربنا بقى بيقول له ايه؟ يا ودود. صح، برافو عليك. عرفنا السر. دي حاجات بقى من الحاجات الجميله جدا، ان انت بقى في حياتك كلها لما يكون عندك اي حاجه، مثلا الحاجات الصعبه عند الطلبه موضوع امتحان، يبقى قبل ما تخش تقول ايه؟ يا ودود يا ودود. حتى لما نيجي نقولها مع بعض كده نحاول نقولها سوا ونركز فيها كده. ها، اللي معاه المايك هيقول معانا في المايك والباقي هيقول معانا برضه، ونقول كده بالراحه مع بعض ونكررها كده 3 أو 5 مرات. قول كده بس من جوه تحس بيها وانت بتطلعها. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. لو ركزت هتلاقي نفسك عندك احساس عجيب اتحرك جواك، حسيت ان انت ربنا بيدي لك حاجات حلوه، احساس جوه عندك. فده كله ليه؟ عشان احنا نتعرف ونتعلم. ولما يكون ده بقى موجود في القران الكريم ياسين زي ما انت عارف وحافظ، فموجود عندنا في القران الكريم ان ربي رحيم ودود. تخيل بقى لما تركز كده في الكلمات، ان ربي رحيم ودود، وتخلص الايه الى رقم 90 من سوره هود، فتجد معنى كويس جدا عندك. المعنى ده بيعلمك ايه بقى يا نوره؟ اللي احنا قلناه قبل الفاصل. اول حاجه ان ربنا بيحبك، وعلامات حب ربنا ليك قلناها: اختارك، خلقك، سواك، اخرجك للدنيا، علمك يعني ايه طعامك تجيبه منين. الطفل مجرد ما يتولد بيبقى عارف بيحرك بقه. مين اللي قال لك؟ ربنا. خلق فسوى وقدر فهدى، ويبدا ان هو يخرج طعامه زي ما قلنا قبل الفاصل بنفسه. ولما يكبر شويه يقدر ياكل، ولما يكبر شويه كل حاجه بيعدي على بوقه عشان يتذوقها. بعد كده ربنا بيديله القدره علشان يتحرك من مكانه، وعلشان يقف، وعلشان يمشي وينمو من غير ما يحس، ويلاقي الدنيا كلها ماشيه معاه، جسمه بيتفرد وبيكبر وبينمو بقدره ربنا سبحانه وتعالى. ده كله عطاء من ربنا للانسان. طب هو الانسان ادى ربنا حاجه يا ياسين؟ اداله ايه وهو جوه؟ لا، ما ادالوش حاجه. ما اداش حاجه. هو جوه ادى ربنا ايه؟ عشان ربنا خلقه خلقه كويسه وسويه، ما اداش حاجه. طب ادى ربنا ايه عشان يخرجه للدنيا؟ ما اداش حاجه. طب ادى ربنا ايه عشان يعرف ياكل ويشرب ويتحرك ويكبر؟ ما اداش حاجه. طب هو اصلا كان عارف ربنا؟ ايوه عارفه، بس من جوه. عرفتوا بقى؟ فكانوا عن كل الحاجات الجميله دي من عند مين؟ من عند ربنا. ده ودود. فعشان كده ربنا بيتودد اليك، بيعطي لك العطاء مع الحب، بدل حاجتين اهم، بيحبك وبيدي لك حاجات بحب. يبقى المطلوب منك ايه؟ ها يا نوره، المطلوب منك تعمل ايه؟ انك انت تحب ربنا. تحب ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت بقى تتعلم ده، يا ريت تقعد تفكر في اللي ربنا مديهولك وتتعلم ان اعظم حب في الدنيا لما تعرف تحب ربنا سبحانه وتعالى. حب الله، ان انت ايه؟ تحب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الانسان لو قدر يفهم هذه المعاني وقدر انه يعيش معاها ويعيش مع القصص الجميله العظيمه عن اسم الله الودود، لاستطعنا ان نحب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الحب الكامل الصحيح منا له بما يرضيه عنا في الدنيا والاخره. ونكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي
ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. شبابنا لما بنتعلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن اسم من أسماء الله عز وجل بنجد دروس كتير جدا. هنبدأ مع بعض كده نختم الحلقة في بعض هذه الدروس، وهنبدأ مع نورة. اتفضلي. ايه اتعلمناه واستفدناه في الحلقة بتاعتنا من اسم الله الودود؟ الودود اللي هو المعنى الأولاني إن ربنا إيه؟ اللي هو يحب يحب الإنسان أو الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأنه يحبنا، وأن الله رحيم بنا ويتودد إلينا. يبقى جانا بقى احنا عرفنا ايه؟ ان ربنا رحيم وان ربنا ايه؟ ودود، صح كده؟ طيب ايه الحاجات بقى اللي ربنا بيديها لنا عشان بتثبت لنا انه بيحبنا؟ فاكره؟ من اول الخلقه جوه في بطن الام بيدينا كل الحاجات الجميله اللي موجوده في جسمنا واللي موجوده في الدنيا واللي بنقدر نعيش بيها. التنفس بتاعنا محتاج الهواء ملك ربنا بس، والميه ملك ربنا بس. يبقى الحاجه اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرها ملك ربنا. والحاجات التانية بتاعت الاحتياجات بتاعتنا دي سهله جدا الانسان يسعى ليها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ودود، بيحبنا ويعطينا ما يحبه لنا، اللي هو بيحبه لنا بيديه لنا عشان ايه؟ نعمل ايه بقى يا ياسين؟ عشان احنا نحبه ونعبده. وبالتالي في حاجه بقى مهمه جدا، لما اجي اتعامل مع اي حد او مع اي شيء في الدنيا ركز على ان انا ايه؟ اعمله اركز على ان انا اعمله باتقان باخلاص وبحب لله. يبقى من اجل الله. يبقى لو حبيت حد عشان ربنا، لو كرهت حد بيعمل حاجات غلط عشان ربنا. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان وجبت محبه الله سبحانه وتعالى مين؟ المتحبين في الله، المتزاورين في الله، اللي بيعطوا لله وبيمنعوا عشان ربنا. عشان كده بقى يا هنا في الختام بنتكلم على ايه؟ ان انا لو عرفت الحاجات دي كلها، فاكره لما حكينا القصه بتاعت الراجل ربنا انقذه؟ يبقى الانسان بيلجأ دايما لمين؟ ربنا. يبقى يطلب من مين؟ لربنا. بس يبقى انت عندك اي شيء هتبدأه وخايف منه او قلقان، الجأ لربنا سبحانه وتعالى الرحيم الودود. ويا ريت ننفذ اللي موجود في الآية: واستغفروا ربكم. استغفروا الله سبحانه وتعالى، استغفروا الله العظيم، استغفروا ربكم رب السماوات والأرض إن ربي رحيم ودود. نسأل الله سبحانه وتعالى من علينا وعليكم بما يرضيه عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. وفي الختام نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وباسمكم نشكر لضيوفنا اللي كانوا معنا النهارده في الاستوديو. كان معنا نورة وجنى وياسين وهنا. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.